السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. فين ما كنتيش مابوني عندي فتابوناش كتسناي وخلي لي شي جيم كومونتي زوين. هنا اليوم ان شاء الله نقدم لكم كيكه بالليمون اللي كتجي رائعه. هي الكريمه ديالها، شوفوا تبارك الله كتبان اسفنجيه وخفيفه وكتجي رائعه، بنينه بنينه بنينه، ما تشبعوش منها صراحه. فشوفوا كتجي رائعه، كتجي زوينه. يلا نبداو الطريقه ديالها والمقادير ان شاء الله. هنا عندي 2 بيضات، عندكم صغار ديروا 3، عندكم كبار عندكم ديك بيضه كبيره ديروا غير وحده. حتى هنا ما كنحتاجوش حنا الكيكه تجينا غليظه. غنزيد عليه كاس معمر ديال السنيده، نخلطو مزيان حتى نحسو بالسنيده دابت وبدا الخليط كبيض لينا. كنزيدو هنا نص كاس ديال الزيت. دائما الكيكه ديالكم ما تكثروش ليها الزيت باش ما تجيكمش مزيته. كنخلطو مزيان اي مكون كنديرو، كنخلطو مزيان باش كيتجانسوا لينا دوك المكونات. انا غنزيد نص كاس ديال الحليب، نضربو مزيان. هنا نبدا ندير الدقيق. غتقولوا لي راه نسيتي الليمون، لا ما نسيتوش. الليمون دائما نخليه حتى الاخر. فاش كتخليو الليمون ولا شي حاجه باش غتنكهوا الكيكه ديالكم حتى الاخر كتجي بنينه، كتجي فيها ديك البنه. هنا درت نص كاس الاول ديال الدقيق. هنا درت كاس كامل الكيكه كامله، هزت ليا 2 كيسان نقل 1 معلقه كبيره. هنا بديت في الكاس الثاني. كتخلطوا مزيان البنات. انا باقي خاصه ليا شويه ديال الدقيق فزدت. ودائما ما تديوش على الدقيق اللي كنعطيكم، دائما ديو على الخليط. شوفوا الخليط كي داير. دابا هنا راه باقي خفيف، زدت ليه واحد شويه حيت غنزيد مازال الليمون فيخفف لينا ديك الكيكه، يجريها لينا، يجري لينا الخليط. هنا شوفوا شحال شاطر، معلقه كبيره. هنا غنزيد داك نص كاس ديال العصير ديال الليمون، نص كاس العصير الليمون معبور بكاس العنبه. هنا انا غير درتو في داك الكاس ولكن معبور بكاس العنبه. كنخلطو مزيان. باش كديروا هذه الطريقه الكيكه ديالكم صدقوني كتجي واعره، كتجي بنينه، واحد المذاق فيها زوين. هنا ندير 2 ساشيات ديال الخميره، يكونوا مغربلين، غربلوهم نتوما. انا هنايا غير حكيتهم مع بعضياتهم باش تحيدوا لي دوك الحبيبات اللي كيكونوا فيهم. نتوما غربلوهم. الدقيق حتى هو ما تنساوش تغربلوه. هنا المول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق وحطيته في الثلاجه. دائما ديروا هذه القضيه قبل ما توجدوا الكيكه ديالكم، دهنوا المول ورشوا بالدقيق وحطوه في الثلاجه. هكا كتفاداو ان الكيكه ديالكم تلصق لكم في اي مول عندكم، في اي مول. هنا دائما هزوا يديكم شويه فاش تبغيو تدخلوا الخليط في المول، هزوا يديكم شي شويه باش كيدخل هذاك الهواء. الفران يكون مسخن من الفوق ومن التحت، ونطفيو عليه من الفوق ونقصو عليه من التحت. انا عندي الفران ديال الغاز. وهنا البنات واحد المقطع ما تصورش ليا. هنا تا 2 كيسان ديال الماء مع كاس ديال مركز ديال الليمون. اللي ما عندهاش المركز دير 2 كيسان ديال عصير الليمون. ودرت هنا 3 المعالق ديال النشا. الا درتو الليمون ما تنساوش ديروا 3 المعالق ديال السكر ولا 4 حسب الذوق. انا هنا داك المركز راه عارفين المركز كيكون فيه السكر. كنخلطو مزيان وغنديه باش نشري عليه البوطه. هنا بعد ما عقاد ليا غنزيد ليه معلقه ديال الزبده. اي زبده عندكم، ماشي بالضروره تكون شي ماركه. انا درتها ديال البواطه.
كنخلطو مزيان. هاد الزبده كتخلي الكريمه ديالكم تجي كريميه، ما تجيش قاصحه فوق الكيكه. كيكه خرجتها وخليتها بردات، عاد حيدتها من المول ديالها. شوفوا تبارك الله كي كتجي بحال البونج، كتجي خفيفه واسفنجيه. انا ندير الكريمه ديالي اللي خليتها بردات واحد شويه باش ما تشربهاش لكم الكيكه. دائما الكريمه الا درناها نخليوها تبرد، عاد نكبوها فوق الكيكه ديالنا باش نتفاداو انها تشربها. هنا الجناب دهنتهم البنات بكونفيتير داك الجاري ديال المشماش، وغرشهم هنايا بكاوكاو وداك الكونفيتير نيت باش درت دوك الخطيطات اللي كتشوفوا فوق الكريمه. الكاوكاو محمر ومهرمش، كنهرمشوه هكا، كنخليه في الدار على حسب الكيكات ولا التزيين، اي حاجه كنزينها بها. كنعمر الجنيبات مزيان. هنا قطعت واحد 3 طريفات ديال الليمون وحطيتهم فوق الكيكه. وهنا غنكون وصلنا لاخر الفيديو، نهايه الفيديو. خليت لكم راحه الله، وما تنساوش تابوناو عندي، نعاودها ونقولها تابوناو عندي وخليو لي لايك، وخليتكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله.